السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أحمد الهواري. النهاردة يا جماعة عايز أتكلم معاكم عن موضوع حادثة بسبب نمر هزت السوشيال ميديا والوطن العربي كله. الطفل سالم الله يرحمه. قبل ما أخش في التفاصيل، احنا الحمد لله بقينا 7040 مشترك. إن شاء الله بعد الفيديو دوت نوصل 7060 مشترك. متبخلوش باللايك والاشتراك، والاخص كمان تقولولي ايه رأيكم في سبب الحادثة للطفل سالم. هي القصة كلها ان الطفل سالم خرج هو ووالده بالعربية بتاعتهم، وكانوا معاهم النمر اللي هم مربينه اصلا من هو صغير، ووالده كان رابط النمر في عربية نص نقل. وانت طبعا عارفين ان النمر يعني من المفترسات القوية جدا، ويقدر ان هو كمان يعني يشيل ويجري مثلا ببقرة وزنها 600 باوند. فده حيوان اصلا خطير جدا. فالقصة وما فيها يا جماعة ان النمر والد سالم كان واقف ودى ظهره للنمر وللطفل سالم الله يرحمه طبعا، وربنا يصبر اهله. وانا رفضت يا جماعه كمان ان انا اعرض صوره الطفل سالم، بس هعرض لكم صوره النمر وهو على العربيه، مش هعرض صوره الطفل الشهيد طبعا، احتراما وتقديرا لاسرته. تكمله للقصه، ان والد الطفل كان واقف وادى ظهره للنمر، وابنه كان واقف. فالاب والد سالم اتحرك شويه بضعة امتار، يعني اتمشى شويه كده، فالنمر لقى ان سالم لوحده. فبعزم وعافية النمر شد الحبل اللي كان مربوط بيه على العربية ونزل اخد سالم وجرى بيه. وهو بيجري بيه كان بيعض من رقبة سالم النمر. وللأسف الأب ما أخد باله كان يعني الأمر انتهى خلاص. كان النمر قتل سالم الطفل طبعا الشهيد، ربنا يجعله في الجنة ويصبر أهل والده. بس هو خطأ في نظري وحش جدا. بالنسبة عامة أنا هتكلم عن الناس اللي بتربي حيوانات مفترسة عامة في الوطن العربي بالأخص. أنت بتعرض نفسك للخطر، أنت بتعرض أسرتك للخطر، أنت بتعرض جيرانك للخطر. فكمان الحكومة الليبية أنا عرفت خبر إن هي منعت تربية الحيوانات المفترسة في المنزل بعد هذه الحادثة يعني. فأنا شايف إن ده قرار صائب، لأن تربية الحيوانات المفترسة بتسبب خطر للجيران وخطر للي مربينه أصلا. ده غير كمان إن شائعة تربية الحيوانات المفترسة انتشرت جدا في الوطن العربي. لا انتوا أصلا يعني بدل ما تربوا حيوانات مفترسة يعني اصرفوا على الفقراء والمحتاجين والأقربون. يعني اجعلوا الأولوية يعني لله تعالى. يعني الحيوان المفترس ده مش هيفيدك حاجة. أي نعم ممكن تكون هواية، بس انت يعني هواية تربية الحيوانات المفترسة هتعرضك للخطر. أو امشي بالإرشادات العامة بالتصاريح والإقفاص اللازمة إنك تحمي نفسك وجيرانك وأسرتك من الخطر ده. وبس كده يا جماعة، أنا حابب أشارك معاكم القصة ديت، وحابب أعرف إيه رأيكم عن تربية الحيوانات المفترسة. فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، ولا تبخلوا عن رأيكم ليا في الوصف. مع السلامة.